البنوتة القمر دي طلبت مني إني أذاكر معاها يونت 3 في الإنجليش، فبناءً على طلبها قررت إني أقول لكم طريقتي في مذاكرة الإنجليش. أول حاجة باعملها بابتدي أقرأ الvocabulary اللي عليَّ في الوحدة أو الكلمات، بيبقى في كلمات منهم حافظاها قبل كده فمش باحفظها تاني، والكلمات اللي مش حافظاها باقعد أحفظهم في ورقة خارجية، وأهم حاجة في الحفظ إنك تكرر كتير في الكلمة عشان تحفظها. وحاجة مهمة باعملها بعد أما أخلص حفظ الكلمات باحط كل كلمة منهم في جملة من عندي. وبالنسبة للأفعال اللي بتكون موجودة في الوحدة لازم أحفظهم في البريزنت وفي الباست وكمان في الباست participle في ال3 صور ليهم عشان مهمين جدا يا جماعة، بينفعوا في الباراجراف وفي الجرامر وفي كل حاجة. بالنسبة للديفينيشنز أنا مش بحفظهم، أنا بفهمهم. وفي حاجة مهمة جدا إني أعرف كل فيرب بياخد يجي مع يعني expressions ايه أو مع تعبيرات ايه. وبعد كده يا جماعة باخش على الجنرال نوتس على الريدنج والlistening، مهمين جدا يا جماعة لازم نحفظهم ونفهمهم ونركز عليهم كويس جدا.